قضيت 35 سنة في قراءة القرآن وتفاسيره. لا ابن كثير ولا القرطبي ولا تفسير الجلالين ولا الطبري. ياك مرحبا بك يا الاستاذ. ثم انتقلت إلى الحديث ودرست الصحيحين ودرست مسند الإمام أحمد. وشفت الاختلافات اللي بيناتهم ودرست منهجية البخاري اللي عمل بها التنقيح ولقيت أنها ليست علمية وليست يقينية، بل هي على الظن. الأحاديث تنسب إلى النبي على الظن وليس على اليقين. ثم درست بعد ذلك الأمور الفقهية بطبيعة الحال وأصول الفقه.